بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله بدنا نشرح الدرس الثالث لصف رابع رياضيات، القيمة المنزلية للرقم ضمن الأعداد الكبيرة. بدنا نشوف كيف نجيب القيم المنزلية. لو أنا معطيني عندي بهذا الشكل، لو معطيني العدد عندي هذا اللي هو 26,478، فقال لي بدي الرقم 7 وين موجود. طبعا رقم 7 هي موجود في الخانة الثانية. الخانة الثانية يعني هي خانة العشرات، يبقى خانة العشرات القيمة الثانية. خانة العشرات معناته أنا بحط هنا 7، إيش القيمة المنزلية؟ هو رقمه وبحط جنبه صفر بالضبط، يبقى بتطلع 70. مثلا القيمة الثالثة أي رقم صفر هو صفر، يعني أي مكان لقينا فيه صفر وأعطاني وين القيمة المنزل هو نفسه قيمة صفر، بتغيرش. الرقم 6 هو موجود في قامة اللي هو الألوف. طبعا مش هنا آحاد الألوف، عشرات الألوف، يبقى هو موجود في قيمة عشرات الألوف. معناته أنا بروح بحط رقم 6، هاي بعد 6 وبعديها هي أخذنا رقم 6، وهنا إيش بسوي؟ بحط جنبه صفر صفر صفر، بعد الأربع أصفار، يعني هاي 6، بعدين كم خانة في جنبه؟ 1 2 3 4، بروح بعد 1 2 3 4. يبقى قديش كانت القيمة المنزلية؟ هي عبارة عن 60,000. يبقى بهذا الشكل. يبقى أنا مجرد حتى لو في السؤال الأول بحط السبعة هان، بروح إيش في بعديها خانة واحدة بحط بدلها صفر، بتصير 70. هذه هي القيمة المنزلية اللي أنا بدي إياها. معطيني عدة أرقام برضو بنفس الشغلة، بقول لي بده القيم المنزلية إلهم. طبعا بسيطة جدا. هاي الأربعة حتضلها أول خانة في الآحاد، ضلها زي ما هي أربعة طبعا حسب ما قلنا. هل الخانة التانية في قبلها واحد، يبقى بحط 7 وجنبها صفر. طيب الثالثة هاي 7 وبحط بدل هادي صفر وهادي صفر، فبتيجي عندي صفر صفر. الصفر اتفقنا معاكم إنه بتطلع صفر. اللي بعديها التسعة بكتب هنا 9، وبعد 1 2 3 4 بحط 4 أصفار، 1 2 3 4. اللي بعديها التنين نفس الحاجة، 2 قديش بعد؟ 1 2 3 4 5، بحط عندي 5 أصفار. وآخر واحدة طبعا اللي هي بدها تيجي بعديها كم؟ واحد. واحد هي 3 و3 6، يبقى 6 أصفار، يبقى هذه 3 مليون. بهيك أنا بكون طلعت القيمة المنزلية. بيقول لي ارسم دائرة حول القيمة المنزلية باللون الأحمر. قلنا هنا أول شيء عشان أنا أجي أعرف بحط الثلاث هنا كم صفر جنبها، بنعد من هنا 1 2 3 4 5، يبقى أنا عندي 5 أصفار. بدنا نعد فيه 5 أصفار للقيمة المنزلية اللي هي هنا. وين 5 أصفار؟ هي 1 2 3 4 5، يبقى هذه الإجابة. عدينا 5 أصفار. برضو هذه أنا عندي القيمة المنزلية لهذه، قديش نعد اللي قبلها؟ عد 1 2 3 4، يبقى عندي 4 أصفار بعدين 6. واحد هي هذه 3 أصفار، لا 1 2 3 4 بعدين 6 بناخذ هذه بالضبط. طيب اللي بعديها بقول لي املأ الفراغ. هلقيتها 9 آحاد 1 عشرات. بنكمل طبعا احنا 4 قديش؟ بنحط 4 اللي هي مئات. يبقى قلنا عندي 400 وثمان آلاف، أنا بنكتب جنبها آلاف. واللي بعديها طبعا قلنا اللي هو هذه منزلتها قديش. طبعا ناخذ رقم المنزل اللي هو 50 ألف. هذه قلنا 4 أصفار، 1 2 3 4 50، نكتب جنبها 1000 وبنكمل. و700 كذا. واللي بعديها نفس الاشي، نكتب برضو 5 آحاد خمس آحاد. طبعا هذا بذكرش الصفر. بعدين عندي اللي هو التسعة مئات، نحط 9 ونكتب جنبها مئات. وعندي 3 آلاف 60 ألف.
60,000 60,000 وبعديها الآخر رقم اللي هو 200,000. بالشكل هذا. طبعا عندي 200 مليون وواحد، هاي 200 مليون وواحد نفس الحاجة، بحط هاي عندي 200 مليون واحد مليار. طبعا هذا بدي اكتبها انا، قديش بدي اكتبها؟ هاي عندي اول اشي باخد اللي هو 1 مليار، هاي 1 مليار، وهي جنبه ايش؟ 200 مليون اللي هو عندي 200 في خانة الملايين، وبعدين عندي بدي احط ايش؟ هاي 200 مليون، وعندي بحط الالوف. طبعا زي ما انا شايف هاي الواحد اللي هو هذا المليار اخر خانة، في 200 طبعا عندي بحط 3 ارقام، 200 واللي هي مليون طبعا، واللي بعديها اللي هو المليون 200، هي كتبت 200، والمليون عبارة عن 6 اصفار، هي 6 اصفار، يبقى هي خانة آحاد عشرات. هاي عندي اللي هو الآحاد، وهنا الألوف، وهنا المليون، وهنا المليار بهذا الشكل. يبقى أنا مجرد بحط الواحد هذا في المليار، 200 بكتب 200 زي ما هي 200، وبعدين بضيف اللي هو كلمة مليون عشان ما فيش جنبها أي رقم، اللي هو المليون عبارة عن 6 أصفار.